السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو للتاني والله. النهاردة بقى إيه؟ فيديو مختلف، فيديو مشتروات ليا أنا. ماشي، ما جبتش حاجة لبناتي المرة دي. نزلت بقى خدت مصروف بقى ونزلت، قلت في حاجات عجبتني فقلت لا أجيبها. ليه أنا ما بجيبش حاجات لنفسي؟ لا أجيب لنفسي بقى المرة دي وأدلع نفسي أنا بقى، بدلع مطبخ. فقلت حبيت بس الإيه الحاجة اللي أنا جبتها، وقلت أوريها لكم. بجد حاجات جميلة جدا، واللي أجمل من الحاجات كمان الأسعار. يعني الأسعار رهيبة. هبدأ أوريكم الحاجة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس طبعا قبل أي حاجة اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد لو عجبتكم الحاجات البسيطة اللي أنا بوريها لكم. ده نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأوريكم الحاجة. نبدأ نفتح دي الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت كوبايات، بصوا الجمال. كوبايات اللي هي بابل، ايديها بابل. بصوا جمالها وخامتها جميله جدا. تخيلوا بقى، تخيلوا يعني هوريكم على الاسعار بجد هتصدموا. تخيلوا الثلاث كوبايات دول بكام. انا بجد ما كنتش مصدقه، يعني سعرها رهيب مع ان خامتها جميله جدا جدا. ده الزياده كمان، يعني زياده على الغرابه كمان، خامتها الخامه جميله ورسمتها اجمل. خلوا الثلاثه دول بكام؟ الثلاثه دولت ب60 جنيه. 60 جنيه، تخيلي 60 جنيه، 60 جنيه بس. يعني مفيش اجمل من كده. لسه ايه، ده معرض جديد لسه فاتح، فمنزل الحاجه بقى ايه سعرها قليل عشان خاطر تقريبا يجذب الناس بقى وكده. بس بجد لا، الحاجه سعرها جميل جدا وخامتها اجمل واجمل. فقلت فرصه بقى اجيب الحاجه اللي انا عايزاها او الحاجه اللي ناقصاني. فقلت بقى اجيب بقى، وان شاء الله برضو اول الشهر الجاي التاني هجيب برضو الحاجات اللي ايه اللي عجباني وناقصاني برضو. ده كده خلاص تمام، شفناهم نحطهم على جنب. ونشوف بقى ايه طب الكوبايات ده. بصوا بقى، يعني حاجه فاخر من الاخر، جميله. بس انا مش عايزه اطلعها عشان مطلعها مزهقني ان احطها تاني. خلاص خليها. بصوا من شكلها باين لكم، بصوا عامله ازاي. كوبايات وكاسات في نفس الوقت. بصوا تبقى في العصاير دي حاجه جميله. بصوا جمالها. تخيلوا الثلاثه دول بكام. يعني بيقولوا اسعار رهيبه، اسعار بجد ب50 جنيه. معقوله؟ تخيلوا معقول. صدقوني هطلع لكم، انا عايزه اطلعها لكم بس انا مش عارفه هطلعها احطها تاني. اهي طلعها. بصوا الجمال. بصوا كوبايه بتبرق. بصوا جمالها. بصوا عامله ازاي، رهيبه. دي عجبتني برضو، قلت ايه اجيبها. هوريكم بقى الايه الجمال بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، بصوا البولات بتاعت الرز بلبن جيلي. اي حاجه. بص حتى كمان لو حطيتيها ورسمتي بيها طبق الرز تبقى جميله. بصوا جمالها عامله ازاي. حاجه بجد لا رهيبه. يعني المعرض ده عنده ذوق في اختيار الحاجات والمنتجات اللي بيجيبها يعرضها. بصوا جمالها ورخيصه جدا. تخيلي برضو التلاته دولت الستة يا رب اللهم صل على النبي ب60 جنيه. 60 جنيه ازاي؟ انا مستغربه والله، مستغربه عليها. بصوا بصوا الجمال. يعني 6 بولات ب60 جنيه. يعني ايه ده، الواحده ب10 جنيه. لا 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 لا، حاجه بجد. اهم 6 اهو، شايفين جمالهم. حاجه بجد رهيبه. اسعاره ما انا ما شفتش كده بصراحه، ما شفتش. معرفش بقى ده بيبيع بسعر الجمله ولا هو عامل لنفسه سعر معين، معرفش. اهو نشيل دي كده ونشوف بقى ايه. خلاص وريناكم ده، نفتح ده بقى نشوف بقى طقم الكاسات ده. بصوا الجمال، بصوا الشياكه.
بصوا مش عارفه انتوا شايفينها كده ولا لا، هي عشان اعملها لكم عشان تبان ايه طولها. بصوا الجمال، جميله. طقم كاسات ما حصلش، شيك جدا شيك جدا، حاجه يعني ايه، حاجه فخمه، شكلها حلو جدا. قلت لا لازم اجيبها بقى وادلع النيش بتاعي وارصهم في النيش عشان يديني شكل. بصوا الست اهو، تخيلوا بقى، تخيلوا الستة دول بكام. يعني بصوا كمان، طبعا انتوا عارفين ان الكاسات بتبقى غالية، دول بقى بجد لا انا مستغربة، انا موهومة من الاسعار. دول الستة ب75، والله ب75. تخيلوا انا مستغربة. بص جمالهم، بصوا عاملين ازاي. لا حاجة بجد شيك جدا وحاجة جميلة جدا. لا انا شكلي انا هخلص الحاجة اللي عنده كده، اخد مصروف واروح اجيب ايه شوية حاجات من عنده. خليها هنا. عايزه اوريكم بقى هنا ايه. طبعا انا جبت هنا ايه مفرمه توم عشان اللي عندي إيه ادمت شويه. جبت هنا ده مضرب نسكافيه. شوف اهي، لسه من صوته. بصوا جماله. بصوا اللمبه دي لما تنور يبقى كده ايه شغال. اللمبه مش عارفه باينه ولا لا. باينه. بصوا انا كان عندي واحد بس لا مش حلو خالص، ده احلى بكتير. من كده ده مضرب عشان البيت، مضرب صغنون عشان البيت. اوريكم بقى المفاجاه بقى. بصوا بقى، جبت صينيه، الصينيه مش هتخرج. بصوا الصينيه، بصوا جمالها. بصوا بقى من تحت عامله ازاي، بصوا من تحت مضلعه ازاي. بصوا الميلامين بتاعها تقيل، ميلامين بس تقيل، خامته حلوه جدا. خليها كده على جنب. اوريكم بقى دي كمان صينيه تانية. بصوا جمالها. ودي اليد بتاعتها، اليد بتاعتها بتتربط ايه من الحرف اهو، ليها مكان بتتربط فيها. بصوا جمالها عامله ازاي، تقيله تقيله حاجه بجد. انا ما قلتلكوش صحيح على سعر الصينيه. والسعر دي ب100، سعرها 100. والصينيه اللي دي برضو الميلامين التقيله دي ب100 برضو. خليها دي كده على جنب عشان اوريكم بقى ايه، اوريكم الترابيزه. بصوا دي ترابيزه مثلا ايه، عايزه تحضر لها الفطار على السرير مثلا، تعبانه في ظروف كده فبتعملها. بص هنا ليها ايه الرجول بتاعتها، الرجول دي بتاعتها بتتفت، بيبقى ليها حامل كده، بتقف وبتحضري عليها كل اللي انت عايزاه. شايفه بتحضري عليها الفطار يا جمالها. بص دي رسمتها عشان ايه بوريكي ان هي بتتفتح ازاي وبتحضري عليها الحاجه. بص جميله جدا. تخيلي دي بكام بقى، 220. يعني بجد انا ما شفتش الاسعار دي خالص. خليها كده، افتح لكم بقى المفاجاه بقى. هو بقى ايه الجمال والجمال والجمال والحلاوه. بصوا بقى الجمال والحلاوه. 3 صواني ميلامين. بصوا انا مش قادره ارفعهم من كتر التقل. بصوا ادي 1 2 3، 3 صواني ميلامين. حكايه حكايه بجد. وتخيلي سعرهم كام، 230. انا بجد انا موهومه من الاسعار. انا ما شفتش كده لان انا رحت كذا مكان وشفت فيه الاسعار، لا الاسعار غاليه وصعبه. ده بجد المكان ده اسعاره رهيبه، اسعاره بجد تشجعك ان انت تجيبي حاجات زي كده كتير. بصوا الجمال.
كده بقى ايه، نخلي كده على جنب. نوريكم بقى الحاجه بقى الايه الاجمل والاحلى اللي بجد انا ما شفتش زيها خالص عنده. طبعا دي ايه، كرتونه دي الحاجه، طبعا حاجه من الوطنيه، كرتونه الوطنيه. اوريكم بقى ايه اول مره بجد اشوفها. ما اعرفش بقى حد جابها قبل كده ولا لا، بس انا عن نفسي اول مره اشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا علب تلاجة، بصوا قد ايه يا جماعه، بصوا قد ايه. انا لو فضلت اطلع، وعلى فكره كل علبه جواها علبه، تخيلوا يعني. بص اهو، دي علبه كده اهو، لما افتحها اهو فتحتها جواها علبه تانية. بصوا الجمال، بصوا عامله ازاي، يعني كل علبه جواها علبه. طب ايه ده، ايه الكميه الجميله دي. بصوا شايفين، بصوا شايفين كل علبه تانية ادي التانية غيرها اهو، جواها علبه تانية. لا وهم بجد، انا ما شفتش دي بصراحه قبل كده خالص، وما شفتش حد جابها قبل كده خالص. بصوا بصوا انا مش عارفه، بصوا من كترها عايزه ايه من لكم شويه شوكولاته. بصوا بقى ايه الكبيره، بصوا الحجم الكبير، هي فيها كل الاحجام. الحجم الكبير بصوا اهي، احسن تقع. بصوا الحجم التاني كبير برضو. بصوا يعني بجد لا استخدامات كتير، ممكن تحطي فيها عايزه تخزني فيها حاجات تحطيها. بصوا كتير يعني. بصوا انا مستغربه والله. بصوا ودي كمان الصغيره دي كمان اهو، جواها واحده اصغر. بصوا الصغنونه دي جميله ازاي، جمالها. لا لا بجد رهيبه. وادي انا كمان ما عدتهمش، لما تيجي نعدهم سوا كده. ادي كده هنا ايه 2 تمام 3 4، ادي 4 اهم، 4 5 6 7. لا متحطش، حاطين اهو كده 7، قلنا 7 8 9 10 11 عشان الاتنين في بعض، 13 14 15 عشان برضو اتنين في بعض، 17 عشان اتنين في بعض، 18 19 عشان اتنين في بعض، ودي واحدة 20 قطعة. لا بجد لا واحدة بجد حاجة انا ما شفتش قبل كده خالص بالجمال ده، رهيبة بجد رهيبة. يعني الخامة بتاعتها كمان غير الخامة، غير عددها كتير، خامتها حلوة جدا. بصوا جمالها. لا بجد لا انا موهومه والله. عايزه تحطي بقى فيها بتنجان مخلل، عايزه تحطي فيها جبنه، تشيلي جبنه، عايزه يعني تخيلي انت لما تجيبي الطقم ده هتجيبي علب تلاجة تاني؟ لا استحاله استحاله. فيها كل الاحجام، وممكن تخزني فيها الحاجه اللي على المطبخ، وممكن تحطي فيها التوابل اللي انت عايزه تشيليها، حاجات كتيره جدا. يعني تخيلي 20 علبه بكام؟ ده كله ما قلتلكوش على السعر، ب 250 جنيه. 250 جنيه بس. تخيلوا الجمال، تخيلوا هو في كده بجد. لا 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 هو المكان رهيب بجد، يعني حاجه انا ما شفتش كده خالص، ما شفتش خالص حاجه بالجمال ده خالص كده. لا رهيبه. ودي كانت الحاجات اللي انا جبتها النهارده، وقلت لا لازم قبل ما استخدمها وقبل اي حاجه لازم اوريها لكم، عشان انا بحب لما بجيب حاجه بوريها لكم. يا رب بس الحاجه اللي انا جبتها دي كده بس ايه تكون عجبتكم اسعارها وعجبكم اختياري ليها، لان بجد كل بيت محتاجها، سواء العلب التلاجة، سواء الصواني، سواء الكوبايات، سواء الكاسات، سواء اي حاجه بجد البيت محتاج، سواء البولات اللي هي بتاعه الرز بلبن او الجيلي او الخشاف. فلا كلها حاجات مطلوبه. بس انا ايه مش عايزه اطول عليكم عشان شكلي طولت عليكم، انا نسيت نفسي خالص وانا بصور، بس بجد لا انا عشان كنت مبسوطه وانا بوريكم الحاجه. اوعوا بقى تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والتعليقات الجميله اللي انا بحبها منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.